لو امي بتدعي عليا وانا مش غلطانه بحقها، هل ربنا يستجاب منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم. في نهي من النبي اني ادعي على عيالي سواء انا ام ولا اب. طيب دعيت انا بقى على عيالي، هو ربنا يا جماعه يعني الله حكيم، الله رحيم. ربنا مش مستني يسمع دعاء عشان ينفذه على طول، وكأني بأمر ربنا فبيقول لي حاضر. الله سبحانه وتعالى إذا رآني معتدي في الدعاء لا يستجيب لدعائي. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء على العيال ده فيه إثم، ده فيه قطيعة رحم، لأنه فيه نهي للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا بكسر كلام النبي. ثانيا في قطيعة رحم، إن أنا المفروض أدعي لعيالي مهما كانوا وحشين، ما ادعيش عليهم أبدا. فلا يستجاب لأمك لو أنت مش غلطانة. الإشكالية لو إحنا عندنا عقوق وبنفتري على أهالينا وبنأذيهم، نخاف من دعوة الوالدين ساعتها، وربنا يستر علينا يا رب. وحتى لو عيالنا أذونا وعقونا وكانوا غير رحماء، ما ندعيش برضو على عيالنا، والكلام للأب والأم.